اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج، إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد روايح وهلت علينا خلاص، ويا رب دايما دايما متجمعين يا رب ومش ناقصنا حد. تعالوا بقى النهارده نعمل معاكم فطار كده لذيذ وسهل وخفيف، مش سهل بصراحه. اول حاجه نعمل العصير ده، عصير برتقال بالجزر. الاول حاجه حطيتها البرتقال، بعدين كنت سلقه جزرايه واحده حطيتها، ومعايا كيس تانك كمان. التانك بيديله لون البرتقاني اللي بنشتريه من بره، وبيحسس النكهه كمان شويه. يعني معايا برتقال فريش انا لسه عصراه، بس مرضتش اعصره معاك عشان الفيديو ما يدخلش. ومعايا جزرايه مسلوقه، ومعايا كيس تانك، ومعايا بقى السكر حسب الرغبه. هضرب بقى بوم 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 تك 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 لحد ما اهلي يبانوا ويطلعوا يقولوا يا بنتي سيبي لنا العصير البرتقال بتاعنا. اقول لهم لا، هنضرب ويتحرق. حبايبي متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. يا رب تكونوا بخير يا رب، وصلوا على النبي في الكومنتات، ويا رب ابقى خفيفه كده على قلوبكم. بصوا بقى لونه ما شاء الله جميل وطعمه جميل. التانك بيزود النكهه وبيزود الطعم. بصوا حاطه حلتين على النار، الحله دي بعمل فيها تمر هندي، حاطه اللي هو التمر الاكياس ده، حطيت حته كده ربع ومعاهم شويه كركديه وسايباهم على النار يغلوا. الحله التانية دي بقى هخدها النهارده، هنعمل محشي. معملتش محشي من اول رمضان بصراحه، يعني رمضان هيخلص ولسه معملتش محشي. بصوا انا لسه معملتش اكل كتير، لان انا مش بعمل اكل ياما، بعمل حبايبي بسيطه كده وبغير. يعني البصل ده انا كنت فرزاه معاكم، فهو يعني متشوح، نزله على طول بس يفك، وهنزل عليه بمعلقه توم وشوحها برضو كده مع البصل كويس جدا. يا جماعه نسيتوا شفتوا اسعار اللبس ولا ايه؟ يا نهار اسود على سعر اللبس بجد يا جماعه. الاسعار في عالم موازي بجد، عايزه واحد رئيس جمهوريه. الاسعار صعبه قوي والله، صعبه جدا. يعني انا نزلت اشتريت حاجات بسيطه جدا. جبت طقم مثلا لبنتي، جبت لها بلوزه ومش عارفه ايه، جاكيت وبنطلون، عاملين 1500. طب ليه بنتي مين انت عشان تلبسي طقم ب7.5 يا حبيبتي؟ 1500 يا حبيبتي. بصوا الصلصه طبعا فكت، حطيت الصلصه والصلصه فكت وانا بكلمكم وما كنتش مركزه. هنقول تاني، جبنا حله نزلنا فيها بماده دهنيه، نزلت البصل شوحته، وبعدين حطيت معلقه توم صغيره كده شوحتها، وبعدين نزلت بالصلصه. الصلصه فكت بقى، هفضل بقى ايه احط البهارات. ده معايا بابريكا، وحطيته ده تقريبا والله اعلم كان بهارات محشي، و7 بهارات وفلفل وكمون. حطيت بهارات محشي وبابريكا، 7 بهارات، لما في الحارات وفلفل اسود وكمون بس. بصوا انا هسيبها على النار لحد ما تنشف خالص، هديها تقليبتين. بصوا لو ما رجعتش تبقى نشفت، رجعت يبقى لسه مستنيه شويه كمان. عايزه حبه كمان، حبه ملح. بصوا بترجع بالبطيء قوي، فهي لسه محتاجه حبه بسيطه كمان ان هي تنشف خالص من الميه. انا هنشفها خالص خالص، بعدين هنزل عليها بقى بالخضره. بصوا الخضره برضو مفرزاها والله يا جماعه. التفريز ده اسهل حاجه في الدنيا. عايزه تعملي اي اكله كل حاجه عندك، مش محتاجه تعملي اي حاجه. بس معلش ما خدتش بالي ان الكاميرا كانت منغبشه. انا ده الرز، ده كيلو رز. كان عندي حته بصله كده صغيره باقيه من البصل اللي انا حطيته يتشوح، نزلت عليها على الرز. وبرده حطيت على الرز شويه ملح وشويه نفس البهارات اللي حطيتها على الصلصه، حطيتها تاني على الرز، لان انا على الصلصه حطيت كميه بسيطه على قد الصلصه ومش على قد الرز، فانا رجعت تاني اتبل الرز. هقلبهم بقى كده كويس. بصوا الصلصه بقى هنزل. معلش انا اسفه والله ما خدتش بالي ان الكاميرا كانت مبكسله، فما خدتش بالي خالص، معلش.
احط بقى الصلصه وابدا اقلب لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه او للدرجه اللي انا عايزاه. تقدير المحشي سهله سهله سهله. انا خدعت بالليل عشان ما بقاش بكدب عليكم وحشيت الصبح على طول. كان المفروض احشي بالليل بس كنت تعبانه مش قادره، كنت عايزه انام جدا فحشيت الصبح. صحيت من ساعه ما صحيت، يعني بصحى متاخر بصراحه، بصحى الساعه 2 كده، فضلت قاعده قدام الحلل لحد ما حشيت وخلصت. زي ما انتوا شايفين هبدا احط الصلصه واقلب لحد ما ابقى عايزه اللون اللي انا عايزاه. خلاص كده لونها بقى كويس. هجيب بقى ايه الحلل وحشه. معلش والله حقكم عليا للمره المليون على التصوير، بجد والله ما خدتش بالي خالص. خلاص بقى كده وصل القوام اللون اللي انا عايزاه. جبت بقى حله حطيت فيها عنقه ورق العنب، هفحشي معاكم كده شويه صغيرين، يعني مش هكمل صف بصراحه. بعدين بقى هروح اقعد على السفره واكمل. بدأت بقى احشي معاكم، بس الحشو سهل جدا جدا. انا فين؟ انا اهو. معلش حقكم عليا بس هجيب الورقه كده احط عليها شويه الرز والفها من ناحيتين واقوم لفها على طول. يعني بصراحه اسهل لف ورق العنب كرنب بصراحه، مفيش حاجه غير تتلف، بس سهل جدا. انا بس حبيت اوريكم بس كام واحده، مكنتش واخده بالي الكاميرا مبكسله، بس ان شاء الله في وانا بحشي الكرنب هاخد بالي وهفصلها واظبطها وارجع اشغلها تاني. بصوا قفليه كده واقوم لفاه، سهل جدا جدا جدا. اوريكم بقى واحده كمان وبعدين بقى ايه اقعد انا بقى ايه اكمل حشو، لان ما كانش في وقت بصراحه. انا صاحيه الساعه 2 وخلاص لسه عملت العصير. بصوا بقى خدت بالي بقى في الكرنب، ظبطت بقى الكاميرا مسحتها كده وظبطتها. بصوا بحط الورق الاخضر دوت تحت، بعدين بقى بقوم لفه الصباع كده شبه السجاري البفر اللي بتتلف كده سهل كده وسريع. هعمل برضو كام صباع معاكم وبعدين بقى اقعد اكمل واوريكم بعد ما خلصت ان شاء الله. حبيبي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب يبقى خفيف على قلوبكم ويبقى فيديو لذيذ عليكم. ده مش فيديو تعليمي ولا حاجه، انتوا اشطر مني 20,000 مره، بس ده كان ردنا النهارده حبيت اصوره لكم. يلا بقى عشان نجهز لتوضيبات العيد. دخلنا على مدعكه اوريكم بقى وانا بغسل السجاد، وانا بص كل حاجه اوريها لكم ما تخافوش. وبصراحه مش هغسل السجاد هنا، هغسله في البيت، بس هغسل المشايات فبوريكم المشايات وانا بغسلها. صلوا على النبي بقى في الكومنتات وادعوا لنا كده بصراحه الحال يا رب، وربنا يفك كربنا يا رب جميعا، ويا رب يجعلنا جبارين خواطر يا رب يجبر بخاطرنا ويجعلنا جبارين خواطر. بصوا كام صباع كده صغنن كده، حاجه بسيطه جدا. بصوا الحلقه يعتبر فاضيه، بس انا وريتكم كام صف، يعني مكملتش الصف، بس خلاص حشيتهم بقى ازاي السرعه دي. يا لو الاكل بمنتهى البساطه دي. طبعا انا بولع الحله النار الاول على الحله عشان الحله تسخن. طبعا كان عندي شوربه، كان في حتتين فرخه كده كنت شايلهم في التلاجة، طلعتها سخنتها كده وهحطها جنب الاكل. هتبقى الشوربه بتاعتها احطها على المحشي. بس انا بحب المحشي يعني شوربته ازيد، يعني مغطيوه زي ما انتوا شايفين. مبحبوش كده قلي صفر كده، لا بحس ان هو بحبه كده دايب بصراحه. انا عن نفسي بحب المحشي دايب. عملت كمان شويه بتنجان بس ما وريتهولكش لانه بصراحه كانوا حبه صغيرين جدا لقيتهم في التلاجة فقلت والله اللي اعملهم. عملت جنبهم كمان بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ايه فلفل. بصوا بقى الحله طبعا غليت، حطيتها الناحيه التانية. بصوا المحشي اول ما يغلى كده ويشرب شوربته توطي عليه خالص.
الكرنب عشان يستوي من النص اهم حاجه بصوا ان انت تحطيه في حله صغيره، تحطيه على عين اصغر عين عندي، دي اصغر عين عندي، تحطيه عليه وتاكدي ان هو بيبقبق من النص. خلاص بقى الفطار هيعمل، الاذان هيأذن. حطيت بقى العصير، بصوا ده عصير التمر اللي انا قلت لكم كنت حاطاه على النار، غلى وصفيته وسبته ما بيبرد وصفيته وسكرته، مفيش اي حاجه تاني. وده البرتقال اللي عملته معاكم، لذيذ بصراحه بس كان عايز سكر، لان انا بصراحه كنت صايمه فما دقتش السكر، بس هو كان عايز سكر عشان ما اكدبش عليكم. بقى المحشي بقى بتاعنا استوى، بصوا بقى ما شاء الله. بصوا انا مش هحط كله لان انا عاملاه يكفيني النهارده وبكره باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده ده ورق عنب، وهحط الكرنب كمان. حبايبي متنسوش اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وصلوا على النبي في الكومنتات كده وقولوا لنا عملتوا اكل ايه. طب نخليه على جنب كده لان انا هحط البتنجان. بصوا انا لقيت فيه شويه شوربه كده كتور فهصفيه الاول عشان ايه ما يعجنش بقيه المحشي. بس زي ما انتوا شايفين كده هصفيه بقى، هحطه كله لان هو حبه صغيرين بصراحه. هنلاقيت برضو فيه شويه ميه صغيرين فمرضتش ايه انزله. وبكده نبقى خلصنا وباي باي.